التغيرات الحياتيه او الميجر لايف تشينجز في الحياه ممكن تكون من اهم الاسباب التوتر والقلق والحزن الى اخره. بس اللي احنا مش عارفينه ان التغيرات الحياتيه دي ممكن تكون اسمها بوزيتيف ستريس، فمش دايما التوتر اللي بيجي منها بيبقى حاجه وحشه. زي لو داخلين على مشروع جواز او هتبقي ام جديده او هتغيروا شغلكم، كل دي حاجات ممكن تبان من بره ان هي بتسبب لي ستريس. المهم هنا انا اصلا ايه الكوبينج استراتيجي بتاعتي، انا بتعامل عاده مع التوتر او اي مشاعر سلبيه ازاي. ده عامل مهم جدا لان هي دي برضو الطريقه اللي انتوا هتتعاملوا بيها مع البوزيتيف ستريس. لو انا سياسه التكيف بتاعتي ان انا بعزل نفسي او ان انا ما بكلمش الناس او ان انا باكل كتير ما بتمرنش ما بعملش حاجه، فبروبلي المرحله الانتقاليه دي هتكون صعبه جدا عليا. بس في طرق تكيف تانية ممكن ان انا ابدا اعملها عشان تخليني انا اتغلب على الستريس ده واشوف العامل الايجابي بتاعه. ومن اهم طرق التكيف هي ان انا بحوط نفسي بالناس اللي بحبها، بسيك سوشيال سبورت دايما من صحابي من اهلي من الناس اللي انا متعوده عليهم، وان انا بعمل روتين لنفسي ما يخلينيش ان انا انسى هويتي وانسى الحاجات اللي انا بحب اعملها وبتريحني خلال التغير اللي بيحصل في حياتي. وثالث حاجه ان انا لازم اتقبل فكره ان اي تغيير حتى لو ايجابي بيجي مع عامل الغير معروف، ودي حاجه بتوترنا كلنا. فلو انا عندي طرق تكيف صحيه زي اللي احنا اتكلمنا فيهم في الفيديو ده، الموضوع هيعدي عليا اسهل بكتير.